السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. من الأسئلة اللي تتكرر بزاف بزاف، العجينة المورقة واش نقدر نحضر بها من غير كوكا ولا بيتزا كوفرت؟ نقول لكم تقدروا تحضروا بها العجب. ديجا راني حطيت لكم مملحة بزاف بنينة، وراح نزيدكم اليوم مقبلة ثاني خفيفة. تبعوا معايا، ما تنساوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتخلوا لي إعجاب جامل هذا الفيديو. بالنسبة للعجينة المورقة، حوسوا عليها في القناة، اكتبوا العجينة المورقة مطبخ سمسم سمسم كويزين ديزات، راح تخرج لكم تطلع لكم، ولا دوك نخلي لكم الرابط تضغطوا عليه برك تروحوا تشوفوا طريقة التحضير. نرش شوية نتاع فارينة، ما نكثرش، غير شوية برك باش نفتح العجينة. بالنسبة للسمك راح نحلها نوعا ما سميكة. هنا حبيت نفهمكم حاجة، نتوما اللي تتحكموا في سمك العجينة. في اي مملحه تحبوا تحضروها بالعجينه المورقه، لي فولافو ولا ميني بيتزا، الا حبيتوهم يجوكم عاليين ومرقين بزاف، حلوا العجينه شويه يعني خشينه. حبيتوها تجيكم موين ولا رقيقه، يعني رقوا العجينه. هذه تو سامبلومون، ماهيش حاجه يعني. فتحت العجينه قبل ما نقطعها مربعات، فت على لي بوردير الحواشي هذوك كامل، فت عليهم، نحيت منهم شويه شويه برك باش يبان التوريق. ومن بعد كما راكم تشوفوا اختكم هنا جابت المسطره، زعما بغيت نديرهم نفس القياس. ومن بعد قلت انا واش راني ندير، انا مانيش تاع حسابات، مانيش تاع مسطره، انا تاع عيني ميزان. قطعوا مربعات ومن بعد نطووهم كما راكم تشوفوا، يعني كلش راه واضح في الفيديو. وهنا اذا راكم انتبهتوا يعني ما مسحتهم لا بالبيض ولا بالماء باش يلصقوا، غير طبقوهم برك، غير طووهم، العجينه راح تلصق مع اختها. وديجا من بعد رايحين نفتحوهم. في هذا الوقت اللي راني نخدم فيه راني شاعله الفرن يسخن، نستحقوا الفور تاعنا يكون سخون مليح. جبت هنا صفار حبه بيض، زدت لها غير شويه نتاع ملح وندهن هكذا كما راكم تشوفوا، رشيت عليهم شويه نتاع سانوج. اللي عندها الفرن الكهربائي تسخنوا على 200 درجه حتى 240. هنا ديما المملحات اللي نحضروهم بالعجينه المورقه يحبوا الفرن سخون وتشعلوا لهم من الفوق ومن التحت. عمركم لا طيبوا العجينه المورقه على نار قليله، راح كامل تطلق زيتها، داك الزيت كامل اللي دام يخرجوا وتجيكم يابسه. تبعوا معايا انا طريقتي كيفاش نسخن الفرن مليح وندخلها طيب على نار نوعا ما تكون عاليه، ماشي افون مي تكون شويه قويه. 5 دقائق ونحل الباب نتاع الكوشه، نلقاها تورقت تنفخت وتحمرت شويه من تحت ومن الفوق، سي نورمال تتحمر بيسك النار راهي قويه. كي نشوفها سي بون تورقت مليح وتنفخت مليح، هذيك هي نقص للنار، نقص لها مليح، نخليها شمعه ونخليهم ثماك يزيدوا يكملوا طيابهم، بيسكو ما صح يتنفخوا يتورقوا بصح يبقاو الداخل خضرين، يبقاو معجنين. نخليهم ثماك حتى يزيدوا يتحمروا كامل على الجناب كما راكم تشوفوا فيهم، ويطيبوا من الداخل. خليتهم حتى بردوا تماما، لازم يبردوا. وجبت هنايا موس منشار راح نفتحهم كما راكم تشوفوا. وبالنسبه للحشوه راح تكون حشوه بارده، عندي لانشون وباتي فخوماج، وعندي باتي فخوماج كما راكم تشوفوا، سلطه، خس، فرماج، لي كورنيشون، مخللات، ديروا واش تحبوا. انا عطيت لكم الفكره برك، انا درتهم بالحواضر اللي كان عندي في الفريجيدر، وانتم عطيت لكم الفكره وانتم ديروا واش تحبوا. تقدروا ديروا ثاني مايونيز، تمسحوهم بالمايونيز ولا بالفخوماج تختيني. انا اليوم ما راش عندي بصح مالف كي يكون عندي الفرماج نطليهم غير هكا نمسحهم بالفرماج. ان شاء الله تكون عجبتكم المقبله اللي خيرتها لكم لنهار اليوم، لانه صراحه تجي بزاف بنينه خفيفه. هكذا نكون وصلت معكم لنهايه الفيديو، نتلاقاو باذن الله في وصفه اخرى. السلام عليكم.